خلينا نتكلم عن أرباب الحرف، وما شاء الله تبارك الله على فعالياتكم الثقافية الدائمة اللي بتكون موجودة في مقهى أرباب الحرف. كيف تقرأ تفاعل المجتمع اليوم؟ احنا الآن من 5 سنوات بدأنا نهاية 2016 بداية 2017 أقمنا إلى هذا اليوم تقريبا 900 أمسية ثقافية وموسيقية منها الموسيقى والثقافة، وأيضا نعمل ورش العمل الفنية. فكان الإقبال شديد جدا، ولكن نعيد الموضوع الأساسي كنا نعاني من التشريعات. فكنا فتحنا يعني 3 فروع الآن. بدأنا بفرع صغير، بعد 2 فتحنا فرع أكبر، الآن فتحنا أكاديمية. فتطور المشروع بسبب حاجة المجتمع لقضاء وقت يعني شرب القهوة وفائدة. طيب وش أكثر الأنشطة الثقافية اللي كان عليها إقبال أكثر من غيرها، وخصوصا نتكلم اليوم بين فئة الشباب؟ والله أنا أشوف أكثر يعني الثقافة هي الموسيقى ثقافة. فأكثر تعطش الشباب للموسيقى الكلاسيكية، طلال مداح أو عبد الحليم. ففي تعطش للشباب للرجوع إلى الموسيقى الكلاسيكية، أيضا إلى الرواية أو إلى اللي هو نوادي القراءة. في شباب يعني مهتمين كثير، خاصة في السنوات الأخيرة. وأيضا العازفين، صحيح؟ العازفين إحنا طبعا الفن، أنا قلت لك نادي الهواة، عندنا يوم الهواة. فالحمد لله إحنا القهوة يمكن خرجت تقريبا مئات من الفنانين على الساحة الآن، سواء كتاب أو فنانين، بسبب هذه الحاضنة الصغيرة اللي هي كانت من جهد شخصية أنا والشباب أقمناها. فتخيلي هذا القرار كيف راح يأثر على انتشار كثير من المبدعين السعوديين في الساحة، بسبب توفير المقاهي يعني كحاضنة لهم.